اهلا بيكم يا ابطال. لو تابعتوا الجزء الاول اكيد فاكرين ازاي الحرب العالميه الثانيه ولعت سنه 1939 وازاي دول المحور بقت مسيطره على نص اوروبا والمحيط الهادي في اول سنتين من غزو بولندا لهزيمه فرنسا لعمليه بارباروسا لهجوم بيرل هاربر. الوضع كان كارثي على الحلفاء، لكن من 1941 لحد 1945 الدنيا اتغيرت. هنتكلم عن معارك شكلت مصير العالم: غزو البلقان، حمله فيلق شمال افريقيا، ستالينجراد، ميدواي، النورماندي، ونهاية الحرب نفسها. لو ما شفتوش الجزء الأول هتلاقوا الرابط تحت الفيديو ده. يلا بينا نبدأ. في بداية عام 1941 المحور كانوا في عز قوتهم. ألمانيا مسيطرة على أوروبا، إيطاليا في شمال أفريقيا والبلقان، واليابان في توسع رهيب في آسيا. لكن مع إن الصورة كانت لصالحهم، الشرارة اللي هتغير كل حاجة كانت بتقرب. في أكتوبر 1940 موسوليني قرر يغزو اليونان من ألبانيا بدون ما يرجع لهتلر. الخطة كانت سهلة على الورق، لكن على الأرض كانت كابوس. الجيش الإيطالي اصطدم بمقاومة يونانية عنيدة في جبال وعرة، ومع الشتاء والبرد والمطر الإيطاليين بدأوا يتقهقروا. هتلر شاف الوضع وخاف إن فشل إيطاليا يفتح باب للبريطانيين يدخلوا البلقان ويهددوا جناحه الجنوبي، فقرر يطلق عملية ماريتا في إبريل 1941. القوات الألمانية دخلت بلغاريا وضربت يوغوسلافيا بضربة برق. استسلمت في 11 يوم بس، وبعدها نزلوا على اليونان. الجيش اليوناني اتقهقر رغم شجاعته. الهجوم كان ناجح، لكن في مشكلة: ضيعوا أسابيع غالية كانت مقررة لبدء غزو الاتحاد السوفيتي. التأخير ده هيدفعوا ثمنه بعدين. شمال افريقيا كان ميدان معركة استراتيجي، مش بس عشان الصحراء لكن عشان قناة السويس وخطوط الامداد لبريطانيا في اسيا. في سبتمبر 1940 الايطاليين دخلوا مصر من ليبيا، لكن البريطانيين ردوا بعملية كومباس دمروا فيها جزء كبير من الجيش الايطالي. هتلر ما قدرش يسكت وبعت في فبراير 1941 واحد من اعظم قادة المدرعات في التاريخ، إيرفين روميل او ثعلب الصحراء. روميل كان استاذ في الهجمات السريعة والمباغتة. قدر في شهور يدفع البريطانيين لحد حدود مصر وحصار طبرق. المعارك كانت شد وجذب: طبرق، بير الجاف، مرسى مطروح. لكن معركة العالمين الثانية في أكتوبر 1942 بقيادة مونتجيمري، البريطانيين كسروا خطوط روميل وبدأوا يطردوا المحور من أفريقيا. بحلول مايو 1943 كل قوات المحور في تونس استسلمت. ندخل على واحدة من أشرس وأعنف المعارك في التاريخ: ستالينجراد. المعركة بدأت في أغسطس 1942، وكان هدف هتلر السيطرة على المدينة لأسباب سياسية وعسكرية. اسمها على اسم ستالين، والسيطرة عليها كانت هتبقى ضربة معنوية هائلة للسوفييت. وكمان كانت مدينة صناعية مهمة على نهر الفولجا ومركز نقل وإمدادات أساسي. الألمان وصلوا المدينة في سبتمبر، وبدأ قتال شوارع لا مثيل له. كل مبنى كان بيتحول لقلعة، وكل مصنع لساحة حرب. السوفييت بقيادة جيوكوف وتشيكوف قرروا يقتلوا حتى آخر رجل. في نوفمبر 1942 السوفييت أطلقوا عملية أورانوس، هجوم مضاد عبقري استهدف الأجنحة الضعيفة للجيش الألماني السادس اللي كان محمي بقوات رومانية وإيطالية أقل تدريبا. الهجوم كان صاعقة وحاصر حوالي 300 ألف جندي ألماني داخل المدينة. هتلر رفض فكرة الانسحاب وأمر فريدريش باولوس بالتمسك بالمواقع. الإمدادات كانت بتيجي بالطائرات، لكن ده ما غطاش إلا جزء صغير من احتياجات الجيش. الجوع، البرد القارس، ونقص الذخيرة حطموا الروح المعنوية للألمان. في 31 يناير 1943 باولوس استسلم، وفي 2 فبراير استسلم آخر القوات الألمانية. الخسائر كانت مرعبة: حوالي 800 ألف من الجانبين بين قتيل وجريح وأسير. ستالينجراد مش بس كانت معركة، كانت نقطة انكسار. وبعدها السوفييت بدأوا هجومهم الكبير غربا، والألمان ما يقدروش يستعيدوا المبادرة تاني.
وفي المحيط الهادي كانت معركة ميدواي بين 4 و7 يونيو 1942. اليابان كانت عاوزة تدمر الأسطول الأمريكي، لكن الأمريكان كسروا شفراتهم وعرفوا الخطة، نسبوا كمين ودمروا 4 حاملات طائرات يابانية في يوم واحد. المعركة دي قلبت موازين القوى في المحيط، ومن بعدها اليابان بقت في موقف دفاعي، والأمريكان بدأوا التقدم بأسلوب القفز بين الجزر. في 6 يونيو 1944 كان يوم أكبر إنزال بحري في التاريخ. الحلفاء خلعوا الألمان بخطة فورت إليوت وخلوهم يفتكروا الهجوم ما يكون في كاليه. حوالي 156 ألف جندي نزلوا على 5 شواطئ، ومعها كان الأصعب، لكن في النهاية الحلفاء اخترقوا الدفاعات وحرروا باريس في أغسطس. في إبريل 1945 برلين كانت محاصرة. هتلر انتحر في 30 إبريل، وألمانيا استسلمت في 7 مايو. في المحيط الهادي اليابان رفضت الاستسلام، فألقت أمريكا قنبلتين ذريتين على هيروشيما وناجازاكي، فاستسلمت في 2 سبتمبر. الحرب انتهت، لكن العالم ما كانش زي قبلها أبدا. الحرب العالمية الثانية كانت أكبر صراع في تاريخ البشرية، ودروسها لسه بتعلمنا لحد النهاردة إن السلام ثمنه غالي جدا.